اللي بيحصل دلوقتي إن في ناس فاكرة إن العناد قوة، فاكرين إن كلمة لأ ورفع الحواجز حوالين نفسهم معناها شخصية قوية، بس محدش بيقول لهم إن العناد ساعات بيبقى أكبر دليل إنك مش قادر تواجه نفسك. زي مثلا لما تغلط في حد وتبقى عارف إنك غلطت، وبرغم كده تفضل ساكت وتقول هو اللي يجي يصالحني. أنت مش قوي، أنت خايف، خايف تبان غلطان، خايف تنزل من البرج اللي بنيته من كبرياء، برج فاضي بس واقف عليه لوحدك. أو لما حد بينصحك من قلبه، مش بيعلم عليك ولا بيحكم عليك، وترد عليه أنا فاهم، بلاش نصايح، مع إنك جواك عارف إنه صح، بس العناد يمنعك تعترف، تخسر كلمة كانت ممكن تغير حياتك وتكبر جوه الغلط. وأسوأ مثال لما حياتك نفسها تفضل واقفة، شغل مش بيتقدم، علاقات بتتبهدل، وقرارات بتشدك ورا، وكل الناس اللي بتحبك شايفين الحل، شايفين الباب المفتوح، لكن انت بعناد مش مفهوم مصر تعدي من حيطة مقفولة بس عشان محدش يقولك تعمل ايه. عارف ايه المشكلة في العناد؟ انه بيمشيك في طريق ملوش نهاية، مفيش حد مستنيك فيه. الناس اللي كانت جنبك هتمشي، والفرص اللي كانت قدامك هتطير، والوقت اللي راح مش هيرجع. والأقسى إنك في الآخر هتقعد لوحدك وتقول هو ليه ما حدش بيقدرني؟ مع إن الحقيقة هم حاولوا، بس أنت اللي كنت قافل الباب ومقتنع إن العند هو اللي هيحميك. اسمعني، القوة مش إنك تعاند، القوة إنك تتواضع، القوة إنك لو غلطان تقول أيوة غلط، لو مش فاهم تقول فهمني، لو موجوع تقول ساعدني. القوة إنك تواجه، مش إنك تهرب وتفتكر الهروب كبرياء. اللي بيعيش بعناد بيعيش بصوت عالي، بس بيمشي لوحده، وآخر الطريق الصمت بيعلمك درس محدش ينساه. مش كل خسارة حصلت عشان الناس وحشة، في خسائر حصلت لأنك كنت بتعاند زيادة عن اللزوم.